الناس فاكرة إن الآيفون 17 برو ماكس الجديد ما فيهوش أي عيوب عشان يعني سايبين كل المشاكل اللي فيه وقاعدين بنتكلم عن اللون الأورنج الجديد اللي مش عارفين شكله حلو ولا وحش. يا جماعة في عيوب تانية أهم، يعني خد عندك دي مثلا وحاجة محدش بيتكلم عنها هي الوزن اللي بقى 233 جرام. يا جماعة الموبايل هيبقى تقيل قوي، يعني تعرفوا إن ال 16 برو ماكس بتاع السنة اللي فاتت كان 227 جرام وكنا بنقول عليه تقيل. يا عم بلاش ده، هتقول لي هجيب البرو، هقول لك الكاميرا الرئيسية لسه زي ما هي 48 ميجا بكسل من أيام ال 15 برو ماكس، واللي يؤسفني أقول لك إن الشركات الصينية عدت أبل جامد في الجزئيه دي، فمش عارف بقى لحد امتى يفضلوا يستخدموا السنسور ده. ومش عاجبني كمان ان هم ما استخدموش بطاريات السيليكون كربون الجديده. اللي ما يعرفش ايه البطاريات دي فدي الترند دلوقتي، كل الشركات الصينيه بتستخدمها في اجهزتها الرائده، ودي بطاريات عمرها الافتراضي اطول وبتتحط في سمك انحف. هنا نفس البطاريات التقليديه، وكل ده بقى وبنتكلم عن بطاريه مش مكمله 5000 ملي امبير اور للنسخ اللي هتيجي بشريحه فعليه، لان هم منزلين نسختين، نسخ بشريحه فعليه بطاريتها اصغر، ونسخ من غير شريحه ولكن بشريحه الكترونيه بطاريتها 5080. واخيرا اطار الكاميرات الجديد اللي صحيح بقى من المعدن فبقى ضد الكسر، ولكن في تخوفات كتير جدا من انه هيكون بيتخدش بسهوله. ما اكدبش عليك، بالرغم من كل اللي قلناه ده انا متحمس برضه اجرب الموبايل عشان الكاميرا السيلفي الجديده اللي فيه، وعشان الكاميرا التليفوتو الرهيبه اللي هم طوروها. فلو مش فارق معاك الجزئيتين دول ما تطورش اصلا من الايفون بتاعك الحالي ايا كان هو ايه من اول ال 13 برو ماكس. ما تنساش في النهايه اللايك بتاعك الجميل، وتتابعني لو بتحب الحصريات والمراجعات التقنيه. وانا عمر، اشوفكم فيديو جديد. سلام.